السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة مهمة وجديدة في برنامج الهذرة. الأردن تطلبني في الانتربول تمهيدا لتسليمي للكويت، وهذا حلم الفاسدين والشيوخ في الكويت. قصتي اليوم عن هذه اللعينة اللي اسمها بشاير نايف جابر الأحمد، حفيدة أمير القلوب. هذه بشاير اللي دايما تطلع لنا بالميديا مطلعة صدرها في برا التيشيرت، وتشتم متابعينها الحمير اللي متابعينها. انتوا شلون تسبكم وتسكتون؟ مبسوطين وهي تغلط عليكم بس على اساس انها هي شيخة. اللي ما يعرف هذه بشاير، هذه بشاير حفيدة الشيخ جابر الأحمد، وابوها الله يرحمه كان رئيس نادي العربي وسبق، وابوها كرمني عشان انتجت فيلم كويتي في نادي السينما الكويتي، لان بعد بس يا بحر نزل شباب كول بعدين سويت انا فيلم. والتقيت فيه، على فكرة التقيت في أبوها الشيخ نايف في مخفر حولي مرة. أذكر كنت قاعد عند ضابط المباحث عمار ثابت المهنا، قاعد نسولف نشرب قهوة، كان يجي اتصال من الشيخ نايف وقال له أبيك بموضوع. ساعة إلا ربع ولا داش علينا الشيخ نايف ودشداشته وسخة، تحس كأنه متعافر. ركز، كأنه متعافر مع حدا ومعاه فلبينية جميلة جمال يا إلهي. المهم قال حق عمار أبيك تسفرها. وانتوا عارفين بالكويت أي شرطي بالمباحث يعني يقدر يسوي إبعاد حق أي وافد بحجة إنه غير مرغوب فيه أو لمصلحة البلاد، وتالي يتسفر. عاد لما طلع قعدنا نحلل أنا والمباحث، يا إن الشيخ نايف مغتصب الفلبينية ويبي يسفرها، ولا واحد من عياله هو اللي مغتصبها. كان يبي يسفرها بأي طريقة اليوم قبل باكر، ما يبي الموضوع يوصل حق الداخلية، رحمة الله عليه واذكروا محاسن موتاكم. المهم هذا شيء أنا شاهد عيان على الموضوع. المهم بشهر 11 2019 نشرت الفيديو مال بشاير نايف جابر الأحمد، كانت طالعة لايف بالانستغرام وتشتم متابعينها ومطلعة صدرها، لأنه بسيطة وبطلع عائلته منه ومنه راح أكلم أبوه. أنا ما غشمر ترى. لا أنا مخانيث ما أبي. اللي يبي جابل صدري هذا مو ريال. اللي يبي دش لايفي يبي جابل مخي ويبي جابل أنا شنو قاعد أقول. اللي مستوى تحت أوت. اللي بعده واتي يلا دواتي وايد في ذكور بس قلة الريايل. من كلامكم ما أعرف من الريال فيكم. مخانيث ما نبي. قمت أقول ليش ما حد حاسبها؟ لو غيرها كان ايش سويتوا فيه؟ المهم بشهر 9 أو أكتوبر 2019 بلشت أنا قاعد أتكلم عن شركة تيماس اللي نصبت على الكويتيين، ونصبت على فلوس يمكن راح منهم 116 مليون دولار، صح؟ وصار موضوع النصب العقاري بالكويت وأنا تكلمت فيه أشهر، وحلقات موجودة عندكم باليوتيوب. وبعدها صارت سالفة سرقة ملف شركة تيماس من المحكمة ورشوة سكرتير الجلسة، تذكرون؟ وأنا بكندا كنت أتابع الأخبار وكنت أتكلم يعني وأحلل وأتواصل مع مصادري. وانحبسوا فيها 5 محامين من ضمنهم خالد عبد الجليل. ومثل ما قلت لكم لما كانوا بالسجن كلموني، وعندي هالمكالمة هذه، عندي المكالمة كل شيء أنا مسيف. عندي مكالمة مع المحامين ومع خالد عبد الجليل وهم بالسجن، يشكولي من النيابة ويبوني أوقف معاهم، وقالوا لي أول ما نطلع راح نزورك في كندا واللي تبيه واللي حاضر. ما شفت منهم شيء، ما حد قال لي هاك دينار مشكور وقفت معنا أنت متغرب يمكن محتاج. يمكن تلفون مسج واتساب ما نبي شيء بس واتساب. وطبعا وقفت مع المحامين، تذكرون السالفة؟
اللي فزعت لهم خوش فزعة، قلت يستاهلون عيال الديرة ليش ينحبسون. بأيامها لما كنت أتكلم عن خالد عبد الجليل، لأن خالد عبد الجليل محامي شركة تيماس وهو ما له شغل في السرقة، يعني اتصال من أحمد عاشور صاحب شركة تيماس، شافني واقف مع محامينهم بدون أي مقابل ومستانس، وكان يقول لي أنت شريف وعشان كذي أبي أنا أتعاون معاك، بس خلينا نخلص المحنة هذه بتعاون معاك تسوي لنا حملات إعلانية عن شركاتنا العقارية الثانية اللي في لندن واللي في تركيا، من هالكلام يعني حاولنا شنو يعني يلطف معي، خصوصا أني أنا مطالب منهم فلوس يعني. لا سويت لهم حملة ولا استلمت منهم فلس للدعاية ولا طلبوا مني دعاية ولا شيء، بس كانوا يبوني أوقف مع المحامين، والحمد لله أنا وقفت بأصلي يعني عشانهم يستاهلون، ولا طلبت منهم شيء. كانت وقفتي بسبب سوء تطبيق القانون على المحامين. قاعد أقول هذا غلط، مو قانون الكويتي كذي مطلعين كيف منو انتم. بعدها بشهرين يعني في شهر 11 2019 وصلني فيديو حق بشاير وهي مطلعة كذي بزازها، مطلعة صدرها مبرزتهم وتغلط على المتابعين. قمت واستلمت المباحث والنيابة وقاعد أقول لهم إيش معنى وإيش معنى، وأنتم تدرون الكويت إن ما فيها قانون محترم، أو القانون فيها في الكويت على ناس وناس. لو شخص ثاني شتم المتابعين، أو لو بنت ثانية انبرزت ديودها أو صدرها، آسف يعني، كان ما جروها النيابة وحققوا معاها وحجزوها، والدليل من قبل احبسوا بنات مشاهير وايد يمكن سووا شغلات أقل منها. عندكم سارة الكندري وريلها، لجين أخت خالد البريتشي مرة يوم قالت كم ما أدري كم يعني، وعبود كان لما طلع البوكسر احبسوهم ولا عشان كلمة عشان تصرف. وهذه طالعة تسوي لكم استريبتيز باللايف عندها بالانستغرام وما حد قادر يحاسبها لأنها شيخة. في عندنا عنصرية بالكويت. كان في شخص يتواصل معي من متابعيني حال أي متابع، ودائما يعطيني معلومات. هذا الشخص فلسطيني أردني ومعاه جواز هولندي، سولفت عنه وايد بسناب، اسمه خالد صبيح. هذا أنا راح أسوي له حلقة خاصة وشلون تجسس علي وهو وربعه وأخذوا كل المعلومات. احتمال أصورها إن شاء الله، بس إذا مخرج فاضي يطالعني زين بعد هالحلقة ممكن أصورها عشان يكون في تتابع للأحداث وترابط بين القصتين. يمكن أنزلها بعد هذه على طول يعني إن شاء الله بعدها بيوم. لما شافني الجاسوس خالد فلسطيني آسف زين أتكلم عن بشاير، دخل علي من هالموضوع وقال لي إنه يشتغل بنادي العربي مدرب حراس مرمى، وقال لي بشاير وحده ووسخة ورايحة فيها. أساس شنو؟ أنا يبيني أأمل له، وقام يعطيني مثلا أسرارها، يقول لي أمها لبنانية عادي وما عندها فلوس، وفجأة صار عندها فلوس وقاعد تشتغل بغسيل أموال ومع شركات، أسولف من سوالف المكالمة يعني. وقال لي لها علاقة مع عيال عاشور وشركة تيماس. قمت كتبت تغريدة، شنو علاقة بشاير نايف جابر الأحمد الصباح في شركة تيماس؟ أتفاجأ والاتصال من لندن، يعني من صاحب شركة تيماس اللي قلت لكم عنه أحمد عاشور، متصل علي من لندن، من لندن، قاعد يسولف سوالف يعني، وقال لي إنه طالب لجوء وإنه عنده محاكمة من هالسوالف، وقاعد يتفق معاي على الإعلانات شلون بسوي. قلت له وين الإعلانات؟ ما إعلانات؟ قال لي راح نسوي معاك إعلانات. المهم أنا مشيت معاه لأني كنت قاعد أسجل المكالمة، وخليته يأمن فيني عشان يطلع اللي في بطنه، وعندي المكالمة متسجلة يعني ما حد يقدر ينكر أو يقول في شيء ثاني، عندي كل شيء كامل. ومن ضمن السوالف قال لي إيش فيك على بشاير؟ ترى ما نرضى عليها، أبوها كان رئيس نادي العربي وإحنا مربين بشاير خوش تربية، والله تربية وسخة. ولما قلت له شنو علاقتها مع شركة تيماس؟ قال لي حشا والله ما لها علاقة بشركة تيماس، يعني بيدافع بطريقة غبية بصراحة. عندي المكالمة، وقال لي إنه هو شريك السوداني أحمد دهب عندهم استثمارات في تركيا ولندن، ويمكن يفتحون شركة جديدة مع بشاير. قلت له يعني المعلومات اللي وصلتني صحيحة. بالعربي فهمت انهم بيدخلون الكويت شركة تيماس عن طريق منه بشاير بدون لا احد ينتبه. وختم المكالمة قال لي ترى انا للحين ابيك وجه اعلامي ومن هالسوالف، واعطاني اغراءات عشان بس يسكتني وما يبطاري بشاير.
يبي يكسبني وما أتكلم عنها. أنا قمت ونشرت المعلومات اللي عندي وقلت إن عندي مكالمة مسجلة مع أصحاب شركة تيماس وهم يأكدوا لي إنهم بيفتحون شركة باسم الشيخ بشاير ويردوني ماسون بزنسهم الغير قانوني. وأنا اللي فاجأني بتاريخ 9/11/2019 الصبح يا 11 بصور بسناب شات، دخلت على حسابي في السناب شات ولا إدارة السناب مسكرين سنابي وفي 800,000 مشاهدة فيوز 800,000 فيوز. انت عارف لما يكون عندك حساب وتعبان عليه ووصلته مشاهدة ممتازة وكل يوم تصور بالثلج وتكتب والناس توزع سنابك وتسوي شير، وانا متقرب وهذا كله يفيدني لانه مصدر دخل لي. عرفت ان بشاير مكلمة ناس في إدارة سناب شات في الإمارات في دبي عند شخص مصري بالذات، دافعت له 3000 وسوت علي شكوى اني انا شلون نشرت الفيديو مالها بدون اذن، مع ان هذا الفيديو مو خاص، هي طالعه لايف الانستغرام يعني شيء عام، وانا اخذت جزئيه السب مال الجوده ومال شنو ونشرته. المهم سكروا حسابي. انا اليوم بعطيكم معلومه جديده وصلتني من الانتربول في كندا، لان يا جماعه الخير مصعب الفيلتشاوي مأذي بعض الشيوخ من أسرة الصباح في الكويت الفاسدين والقياديين فيها، بس الفاسدين مو كلهم، وهذه هي الحقيقة. أنتم ليش مستغربين؟ أنا قاهرهم. والحين وايد متعولين من كلامي، خصوصا بعد ما سويت برنامج الهذرة هذا وتكلمت بكم فيديو عن جواسيس الكويت وشون قاعد يجسسون أمن الدولة على الناس، شلون يخترقون تلفوناتهم، وتكلمت باليوتيوب عن مرتزقة الشيوخ اللي دخلوا كندا يجمعوا معلومات عني، قالوا ماكو إلا نبهذل مصعب في كندا وندخله بحالة نفسية. صراحة قدروا يدخلون شوية حالة نفسية الفترة اللي طافت. ما أبي أقول لكم أنا قوي وبطل وهيرو وأنا وإنهم ما قدروا علي، لا بالعكس، قاعدين يبهذلوني كافي نفسيا، وكل بين فترة وفترة يوصلني تهديد بالقتل وأنا في كندا تحت الحماية الكندية، أو يهددوني إنهم يرجعوني الكويت. عندكم مثلا محامي رئيس الحكومة الأسبق الشيخ ناصر المحمد، المحامي الروسية ومحامي سعيد دشتي، محامي شركة KGL هذا اسمه، محاميهم كلهم هذا شفتوا، محامي رئيس الحكومة والشركة والروسية اسمه عماد السيف، هددني بترحيلي من كندا، قال أنا راح أسوي المستحيل عشان يكنسل لجوئي في كندا. وعندكم هذا خالد الفلسطيني الأردني، بعد ما اكتشفت إنه قواد الشيوخ وجاسوسهم وهم طرشوه إلى كندا عشان يجمع بس معلومات عني وعن عنواني، قاعد يهددني إنه قريب يرحلني من كندا. وسهل عندهم انهم يحبكون قضية او يخلق قضية كيدية ضدي. وعندكم بعض التهديدات نشرتها صوت وصورة موجودة في اليوتيوب، موجودة في تويتر وغيره من بعض المرتزقة السعوديين اللي هاجموني لما كنت امدح كندا بوقت خلاف السعودي الكندي. اذا تذكرون لما صار خلاف ان السعودية حبست مغردين بالسعودية وكندا طالبت بالافراج عنهم لأن السعودية انتهكت حقوق الإنسان، أنا هني تكلمت عن الحرية في كندا، لعبت المية العكرة قمت أصور ونستانس وكندا فيها حرية وقاعد أسولف. طلع لي كم كلبي نابح إنه بيقص راسي في كندا عشان هالسوالف هذه، ما سبيت أحد. وآخرهم صاحب وأوان الروتين عادل وأوان اللي أقر واعترف إن عم سالم الوأوان الصحفي والمحامي علي الوأوان الشمري لبسوني قضايا وايد وانهم سبب اني تركت وطني الكويت، وقال هذا الحمار انه راح يقص راسي في كندا، وسويت له ريبورت واشتكيت عليهم. وكما وصلني ان الشيوخ وكم فاسد طقت النائب والفاسد العام ضراط العسعوسي او ضرار العسعوسي قاعدين يفكرون بطريقة شلون يكسرون خشم مصعب الفيلتشاوي، شلون يرجعونه الكويت. كل هذا همهم بس شلون مصعب يرجع الكويت. راحوا حق كذا دولة،
ركز معاي. راحوا حق كذا دولة عشان يرفعون علي قضايا إساءة في الميديا. خذ عندك مثلا سجلوا علي قضايا جنح عادية في الكويت، مو جناية، مو جريمة كبيرة، جنح تويتر تعبير عن الرأي. وعشان قضية جنحة سب في تويتر اطلبوني بالانتربول. ها قرأت الكتاب أنا تاريخ 16/12/2015. عقبها راحوا البحرين وصكوني قضية اني انا متكلم عن ما ادري منو في تويتر والانستغرام. يعني انا حتى الشاكي الحين ما اعرفه منو. ضبطوها في البحرين رفعوا علي قضية. بعدها راحوا الامارات عشان يرفعون علي قضية، والامارات زلومة ما رفعوا قضية، ما سجلوا لهم قضية. كفوا عليهم عيال زايد. قالوا شنو؟ حسوا ان الموضوع لعبة، وعرفوا ان هذه قضايا كيدية، واعتقد عرفوا وفهموا شنو براس ربعنا وخطة الشيوخ في الكويت، انهم يرفعون علي كذا قضية في كذا دولة عشان يطرشون نشرات حق الانتربول في كندا، ويبون يشوفون سمعتي انتم حاطين واحد مطلوب كذا دولة، ويبون يوصلون للعالم اني مجرم بتهمة التعبير عن الرأي. تخيل. تتوقع شنو سووا عشان يرفعون علي قضية في الامارات؟ خلوا واحد بحريني ما ادري منه يرفع علي قضية سب الميديا في مخفر في دبي، مع اني انا ما سبيت احد. كل هذا عشان بس ينزلون علي القاء قبض في الامارات. وقالوا بعد لازم نزيد عليه قضايا، نرفع قضية على مصعب في الاردن. يعني سهل بالاردن يرشون القضاة. المدعي العام اللي هناك بلطجي عادي، نطلبه صرفوا عليه قضية نطلبه بالانتربول من كندا. نيتهم انهم يرحلوني على الاردن او الامارات وبعدها يسلموني حق الكويت، لان في اتفاقية الخليج، وبكذي يكونون تخلصوا مني وما اقدر اتكلم ولا كلمة وتنحرمون من وجهي. اليوم مسويكم ستايل الاردني راح اهز الحين هذا المدعي العام. المهم راحت الشيخة بشاير لأبوها رئيس نادي العربي وطلبت من خالد الفلسطيني الجاسوس اللي يشتغل مدرب في نادي العربي، نادي أبوها، نادي أبو بشاير، هذا الخالد يشتغل عنده، إنه يطلع من أمريكا. قالت له اطلع فورا روح الأردن عشان تخليه يرفع علي قضية، لأنها واسطاته هناك وايد في الأردن، ويتهمني إني أنا داز له واتساب. هذا الموضوع اتهمني إني أنا داز له واتساب شاتمه فيه، مع إني أنا ما شتمته طبعا. كان في كندا هذا خالد وجمع عني كل المعلومات، اسمي وعنواني وين أروح وين أرد. كانوا زارعين عندي كم شهر. مصادري تقول راح هذا خالد طلع من أمريكا شهر 6/2020. أول شيء سواه بالأردن إنه رفع علي قضية إني أنا سابه في الواتساب، وهو بنفسه مصور فيديوهات بشهر 6 على سنابه إنه رايح يشتكي علي عند النائب أو المدعي العام الأردني، وإنه راح يعمل المستحيل عشان يكنسل لجوئي. اعتراف منه. أنا توقعت إن الشيء عابر، لكن القضية استمرت. وعرفت قبل أمس من انتربول كندا لما اتصلوا فيني إن علي شكوى مرفوعة بالأردن وطالبين الأردن. وانتوا عارفين أنا عمري ما عشت في الأردن ولا سويت فيها مشكلة، على شنو يحكموني؟ وبعدين متى حققوا معاه؟ ومتى أعلنوني بالقضية؟ ومتى صدر حكم ضدي؟ ومتى صار الحكم نهائي يعني درجة أولى واستئناف؟ ومتى طلبوني بالانتربول؟ شنو هالسرعة؟ شنو هالواسطة؟ كم دافعين له عشان يقوم بهالمهمة؟ وانا عاشرته رجال ما يتحرك الا بالفلوس وشحات درجة اولى. نفهم من هذا كله ان الشيوخ مو عارفين يرفعون علي قضية باساميهم. قاموا طرشوا كلاب السكك حشاكم انها تشتكي علي في اكثر من دولة. اول شيء الكويت، بعدها راحوا الامارات والبحرين، واخرها الحين طرشوا كلابهم في الاردن
تشتكي علي عشان يطلبوني بالانتربول. والمضحك والمبكي أن الأردن ادخلت على الخط، وعرفت بسبب تدخلها أن فيها فساد، واعتقد الفاسدين من الأردنيين قالوا هذه فرصة. الشيوخ الكويت يبون يرفعون قضية على واحد كويتي عايش في كندا ويطلبوني عقبها بالانتربول. سهلة. وقالوا فرصة نقدم معروف حق شيوخ الكويت وأم ديود بشاير الصباح اللي دائما تعطي منح حق الأردن. الكويت دائما تعطي منح حق الأردن. بس تتوقعون كم كلف الشيوخ انهم ينزلون علي انتربول في الأردن؟ وكم قبض هذا الجاسوس خالد عشان كندا بحجة انه يبي يفتح مطعم، وهو بالصج جاي يجمع معلومات عني وعن جيسي اوباما وعن الناس اللي حوالي، اللي دائما تطلع معاي بالسناب، اللي عندها الشركات في امريكا وهي اقرب الناس لي. توقعون كم عطوه عشان يكون جاسوسهم ويجمع كل شيء لهم، يطلع عنواني في كندا؟ وكم قبض عشان يطلع من امريكا وكندا ويروح الاردن يرفع علي قضية؟ مو هذا المهم. المهم كم قبض المدعي العام الاردني من شيوخ وحكومة الكويت عشان يرفع القضية بهالسرعة هذه؟ قضية رفعوها بشهر 6، آخر شهر 6 2020، يتحقق فيها وتنحكم ويكون الحكم نهائي ويتم إعلاني طبعا ويطلبوني في الانتربول. كل هذا ب3 شهور. وين صارت؟ وتخيل كل هذا بوقت الكورونا شهر 6، يعني أغلب المحاكم والإدارات مسكرة بموجب قرارات منظمة الصحة العالمية. الكل يسكر عشان الكورونا. شوفوا شلون الفساد بالدول العربية. المهم كم قبض المدعي العام الأردني عشان يسوي إعلان دولي بالقضية اللي رافعينها ضدي؟ وكم قبض عشان يحدد القضية عند قاضي معين ويحكم ضدي في الأردن؟ وكم هذا القاضي استلم اللي حكمني؟ وكم استلم المدعي العام الأردني عشان ينزل اسمي عنده في الانتربول بالأردن وأنا إنسان ما عشت في الأردن؟ وللعلم حاولوا يرفعون علي قضايا في كندا بس انبعصوا، لأن كندا فيها حرية الرأي والتعبير، ما عندهم ثقافات الدول العربية. المهم الشيوخ قالوا حق هذا الجاسوس خالد الفلسطيني احنا وراك واحنا ساندينك، روح الأردن ارفع قضية على مصعب الفيلتشاوي دام عندك كل المعلومات وتعرف بياناته وكل شيء مدفوع لك، التذاكر والمصاريف. تدرون كان في مصاريف حجز الكورونا تنحجر ما ادري شنو، وكل شيء عليهم. وقالوا له عقب ما تخلص من القضايا ضد مصعب وتطلبها في الانتربول نجيبك الكويت. الولد اللي بكندا وتقول لي خالد وما خالد ورافع عليه قضية، ولك والله ورب الكعبة أنا من 3 أسابيع موضوعي منتهي. ولك موضوعي أنا بس أوصل الكويت جايتني حماية، مش حماية، ولك أنا أصلا معروفة. يا زلمة لا تخليني أحكي، أنا واثق من نفسي والمحامي تبعه بيعرف إنه أنا وضعي وظهري مسنود. حلو الكلام. راح اشقها شق الوضع، راح امسخها بكره، راح امسخها خلاص. انا اسمع في شغله عاملها اختها عامل شغله ولك دمار. تعرف دمار داخل مواضيع مش طبيعيه، وباعت يعني امور ما حد بيعرف فيها. بطل القصة وحلقة اليوم هي الشيخة بشاير نايف جابر الأحمد وخالد صبيح الفلسطيني اللي دخل بالأعراض أعوذ بالله وقاعد يطعن بشرف بنات الكويت وشتم جيسي الأمريكية بالميديا. وكنا نقعد بالفندق في شلالات نياجرا نسولف بالسياسة، وعندي شهود، وكان يقول انه يطلع بحر مع وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح يصيدون سمك. صور لي كم مرة
رواني صور وفيديوهات عندي، وعندي كم فيديو يمكن انزل لكم اياهم. شوف والله على حظنا، والله قسما بالله العظيم. وهذه الديرة الحين التاريخ كم؟ التاريخ اليوم 17/10/2019. اليوم بتاريخ اليوم 1 ولا 2؟ 1/11/2019. هذا حداقنا نشوف للحين. وقال لي ان انس يخاف من مرتشي ماء الملا ويطيق منها، وان انس الصالح له علاقه مع طريقه صالح الملا اللي متزوجها ما ادري اي شيخ الحين. وكان يتكلم عن الملك عبد الله ملك الاردن، وقال ان بالحرف الواحد عنده شهود ان هذا خروف الملك رانيا، ورانيا لاعبه لعب في الاردن والاردنيين، وهو الملك عبد الله لا يهش ولا ينش. كل هذا كان يسويه عشان بس يحسسني بالامان. وهذا خالد الجاسوس صبي عند الشيوخ وعند الشيخة بشاير، وقد ثبت عند مصعب الفيلتشاوي انه فعلا صبي عندها ويشتغل عندها بالنادي مدرب حراس مرمى، وما يتحرك ولا يسوي شيء إلا بأمرها وبتوجيهاتها، وكان يسرب معلومات عني بالسناب، وكم مرة يهدد إن عنواني عنده. الحين عرفتوا منو جواسيس الشيوخ اللي طرشوهم كندا. أنا متأكد إنه ما راح تلقى الشخص مرتزقة ويبيع نفسه وشرفه ويموت على الفلس كثر هذا خالد الفلسطيزي. وللعلم بشاير نايف جابر الأحمد ما تسوي شيء بدون إذن من وزير الداخلية السابق محمد الخالد الصباح، والكويتيين يعرفون علاقتهم القوية معه، لأنها كانت تاخذ معاملات من الناس وتخلصها بوزارة الداخلية بفلوس. يعني عندك مثلا اللي يبي جنسية 20,000 دينار كويتي، إذا مو عندك بعد 5 سنين تقدم لك إياه، تخليه مبكر بشاير، تطلع لك الجنسية من محمد الخالد. ادفع عليك، ادفع بس أنت. ما تشوفون بين فترة وفترة يلقون عندنا مواضيع تزوير الجناسي، وأغلب هذه الجناسي يحصلوا عليها بأيام وزير الداخلية محمد الخالد الصباح وزير الداخلية. لما كان وزير الداخلية تتوقعون كان يعطي الجناسي مجاني؟ هذه بس معلومة لكم. وحسب مصادري ان الشيخة بشاير قالت حق خالد صبيح عندك فرصتين وتقدر تضرب عصفورين بحجر، نطلعك من امريكا بوقت الكورونا للأردن، لان الكويت مقفلة مطاراتها، منها تروح عمان عشان تشوف اخوك هناك، وبالمرة ترفع قضية على مصعب الفيلتشاوي وتجاب له لغاية ما تنزل عليه النشرة في الانتربول. هذا هو المهم عندهم. شنو ما يكلف؟ قالوا له ما يهمك، رقبتنا سدادة، تذاكر سفرك والمحامين في الأردن، وعقب ما يفتحون المطار بالكويت وتخلص مهمتك بالأردن نرجعك. وقالت له هذا الجميل ما راح ينسونا لك الشيوخ. المهم عندهم يرجعون الكويت بأي طريقة عشان يذبحوني، لأن اللي تبين لي وكلكم عارفين أن ربع وأصدقاء مصعب الفيلتشاوي من الشيوخ والشيخات والقياديين وايد، وكل واحد منهم يبي فرصته حتى يقطع مصعب الفيلتشاوي تقطيع كذي. عندكم منهم مثلا الشيخ محمد الخالد الصباح وزير الداخلية السابق، عندكم الشيخ صباح جابر المبارك اللي بايق صندوق الماليزي وهو واخوانه طبعا، والشيخ صباح جابر العلي اللي كان لط فلوس المواني. وصلني بعد ان الفاسد والنائب العام الكويتي الضراط العسعوسي حاول يرفع عليه قضايا بدول ثانية، لان يدرون عند الجو على ضد الكويت، فقال لك نرفع قضايا ثانية بدول ثانية.
وعندكم مثلا بعد رئيس مجلس القضاء الأعلى الكويتي اللي فضحته، كان مستلم فلوس من رئيس الحكومة، أعطوه فلوس عشان يحكم لهم. معاي انتو؟ يو اندرستاند؟ هذا رئيس مجلس القضاء الأعلى الكويتي مو بس يبيني عشان يقطعني، يمكن يعني يذوبني. اللي شافه جمال خاشقجي يمكن أشوف أنا أكثر. ما تشوفون كل شهرين يطلعون علي أو ضدي حكم عشان بس طالع أسولف معاكم؟ تخيل هذا الكلام ممكن يلبسني قضايا الحين. تخيلوا بشهر 9 2019 اللي فات، يعني من قبل سنة بالضبط، صدر علي حكم وانا قاعد في كندا حبس 5 سنوات لاني عبرت عن رأيي. وبشهر 3 توه صكوني حكم 3 سنوات سجن بالكويت. وغير محامين شركة KGL واصحاب الشركة نفسهم يبون يرفعون علي قضايا ويرجعون الكويت بأي طريقة عشان يسووني كفتة. سمعوا عاد. لحظة أنا دور أشغل الكويتيين، لأن ربعنا الكويتيين تحكي بنسفة أردني ما راح يستوعب منك، تحكي كويتي راح يستوعب. ركزوا معي انتو. اسمعوا يا شيوخ الكويت، اسمع يا النائب والفاسد العام الكويتي والمدعي والفاسد العام الأردني، وانت يا بشاير، وانت يا جاسوس خالد الفلسطيني. مصعب الفيلتشاوي مو أي شخص، انت وييتوا على الشخص الغلط. إذا قدرتوا تمشون النائب العام الكويتي ورئيس مجلس القضاء الكويتي على كيفكم، فأنا ما راح تقدرون علي لا بالقانون، لأن أنتم أساسا بلدكم ما فيها قانون. اللف والدوران وفرد العضلات والواسطات هذه في العزبة وحظيرة الدياي اللي عندكم بالدول العربية. أنا هني في كندا، انتو رجال تعالوا إلى المحاكم، وإذا تبون دورة بالقانون ترى أنا عندي شهادات أقدر أدرسكم ببلاش، مستعد أعطيكم دروس بالمجان بدون أي مقابل، وبعلمكم شيء، بعلمكم درس سريع. يحق لي أقول حق الشيخ بشاير نايف حفيدة جابر الأحمد، أقدر أقول لها قدامكم أنتي كلبة، وأنك خرفنتي الجاسوس خالد الفلسطيني، وخرفنتي المدعي العام الأردني. هذا حق من حقوقي أقول اللي أنا أبي، بس ما يحق لي أني أنا أتهمك وأقول يا شيخ بشاير أنت شرموطة. طبعا ما يحق لي أبدا. أو أقول أنك أنت بنت زنا، ما يصير إلا إذا كان عندي دليل قاطع. شفتوا الفرق؟ هذا درس مجاني. تقدر أنت يا النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي، وأنت يا المدعي العام الأردني، وأنت يا الجاسوس خالد، إنكم تروضون الشيخة بشاير وتريحونها بأي طريقة؟ لأني شايف دايما تطلع باللايف ممحونة، طلعت جودها كذي وتسب الناس، ويمكن بعد زيارة ولا ركا ما يدرى. أنا الحين مو قاعد عندكم وخارج حظيرة الدياي، حظيرة الدياي والعزبة مالتكم، ولا تقدرون على مصعب الفيلتشاوي لا بالتهديد ولا بالفلوس ولا بالإغراء ولا حتى بالقانون، لأن شغلكم خارج القانون. فهمت يا بشاير أنت والخول مالك الفلسطيني الجاسوس اللي تجسس علي وجمع معلوماتي وبياناتي وسلمها للحكومة الكويتية والشيوخ اللي فيها؟ الحين أنا طالع بعيد عنكم ولاجئ في كندا، ما خلصت منكم؟ لاحقيني لكندا وتحاولون تأذوني؟ لهالدرجة أنا قاهر الفاسدين؟ وأنت يا المدعي العام الأردني صاير أوسخ من ربعنا بالنيابة العامة في الكويت والادعاء العام. بصراحة لما شفت اللي سويتوه معاي في الأردن عرفت ايش كثر الأردن فيها الناس واطية وفاسدة. أنا ما بيني وبينكم شيء، شكوى العداوة شنو سويت لكم؟ ولما كنت أشوف مظاهرات الأردنيين ضد الفساد السنين اللي طافت تأكدت أن كلامهم صح، والفساد بالأردن ما يشيله بعارين. وقبل لا أروح بقول حق الفاسدين والشيوخ في الكويت اللي معانديني، لا أبوكم لا أبو كلب،
لابو اللي يابكم بعد. مشاهديني لا تنسون تسووا الاشتراك ولايك وتفعلون الجرس، واللي حاب انه يدعم القناة تحت في اللينكات. اشوفكم على خير موضوع ثاني، وفي امان الله.